وهي إطالة هذا القيام، إطالة الاعتدال. هل يطيل الاعتدال أو لا يطيله؟ نعم، دلت الأحاديث هنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الاعتدال، كان يطيل القيام في هذا الاعتدال. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه. يجعل قيامه هذا أي الاعتدال من الركوع قريبا من ركوعه، كان يطيل إيش؟ الركوع. وكان يقوم أحيانا أي معتدلا بعد الركوع حتى يقول القائل قد نسي، حتى يقول القائل قد نسي. هذا يدل على إطالة إيش؟ إطالة الاعتدال، في إطالة القيام في الاعتدال، حتى يقول القائل قد نسي. إيش نسي؟ إيش؟ الخرور إلى السجود أو الهوي إلى السجود، حتى يقول القائل قد نسي. قال: من طول ما يقوم، من طول ما يقوم. فهذا يدل على استحباب الإطالة، على استحباب الإطالة. نعم. وخلافا لبعض أهل العلم الذين بعضهم كره إطالة الاعتدال كالإمام الشافعي رحمه الله، وبعضهم أيضا ذهب إلى بطلان الصلاة إذا أطال الاعتدال. هذا نعم قول ضعيف. نعم. وذهب آخرون إلى استحباب الإطالة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب، أنه تشرع الإطالة، إطالة الاعتدال من القيام. وقد مر من الركوع، وقد مر معنا أنه يقول ربنا ولك الحمد، إيش في بعض الروايات حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذه إطالة مشروعة. في بعض الروايات ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذه إطالة. في زيادة: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذي الجد منك الجد، هذه إطالة. لا، هو السنة أنه يجعلها إيش؟ قريبة من السواء. القيام والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين يجعلها قريبة من السواء. طيب، فهذه الأذكار التي ذكرناها الآن قد مرت معنا تدل على إيش؟ على إطالة الاعتدال، فهو مشروع. ولهذا ذهب النووي رحمه الله تعالى وهو شافعي إلى جواز إطالة الاعتدال. ذهب النووي رحمه الله تعالى هو من الشافعية، الشافعية منهم من كره ومنهم من أبطل، لكن النووي رحمه الله تعالى يعني ماذا في هذه الأمور ينظر للدليل رحمه الله، فذهب إلى جواز الإطالة.